مش لازم ابدا يكون عندنا لحوم علشان نعمل اكل حلو. تعالوا النهاردة نعمل اكلة تحفة بطريقة ان شاء الله تعجبكم. حطيت كمية من الزيت وعليها دهون بتاعة الكلاوي. محدش يستغرب يا جماعة ويقول يا بقى والكلام دوت، دهون الحيوانية صحية جدا. ساحة الدهون نزلت ببصلتين، بصلة احمر وبصلة ابيض متقطعين مكعبات صغيرة، البصل متوسط. شوحت البصل كده شوية وبعد كده هنزل عليه بمعلقة صغيرة من السكر. ودايما لما بننزل بالبصل بنديله رشة خفيفة من الملح علشان يدبل معانا بسرعة. اخد البصل اللون الذهبي اللي حضراتكم شايفينه. دلوقتي هنزل بفاصوليا. عارفة ان كتير مش بيحبها، بس صدقوني لو جربتوها بالطريقة دي هتحبوها جدا. طبعا بتكون مغسولة كويس، وبعد كده بقطعها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بلاش نصغرها قوي علشان خاطر قيمتها الغذائية ما تروحش. نزلت عليها بفصين توم كده يعني متقطعين مش مفرومين ناعم، واديلها تشويحة. بعد كده هنزل بمعلقة من صلصة الطماطم الجاهزة عشان الطماطم عندي لونها مش قد كده، فهنزل بمعلقة واحدة بس من صلصة الطماطم. هشوحها مع الفاصوليا. والكمية اللي استخدمتها في الفيديو كانت كيلو من الفاصوليا. اديتها التشويحة التمام، وكنت ضفت لها الفلفل الاسود. هنزل بلتر من عصير الطماطم، ومكان ما انا ضربت الطماطم ضفت نص كوباية من المية وضفتها على الفاصوليا. هظبط بقى مرقة لحمة لان انا ما عنديش شوربة، فضفت لها مرقة لحمة. لو عندكم شوربة ما تضيفوش طبعا مرقة لحمة. وظبطت الملح، كل واحد طبعا حسب ذوقه. هغطي عليها كده واسيبها على نار متوسطة لحد ما تتقل وتبدأ ان هي تستوي. اهم حاجة في الخضار يا جماعة ما تسووهوش زيادة، عشان لما بيستوي زيادة طعمه بيبقى مش حلو. سبتها تقلت اكتر شوية كمان، ونزلت بفصين من التوم. يعني ضفت فصين من التوم مع الفاصوليا وهي بتتشوح، وبعد كده لما استوت ضفت لها فصين تاني من التوم. ظبطت بقى كده، زودتها مية حسب ما احنا بنحبها، تقيلة خفيفة. بعد كده كنت مسخنة طاجن في الفرن، سخن حلو قوي، وضفت فيه الفاصوليا. دخلتها الفرن حوالي ربع ساعة تغلي كده وتكمل سواها. وحركة الطاجن دي يا جماعة بتفرق قوي قوي في الطعم، بتوديه في حتة تانية خالص بعيد عن الطبيخ التقليدي اللي احنا بنعمله. هو الشكل طبيخ عادي، بس الطعم في حتة تانية خالص يا جماعة. بجد جربوه في الطاجن هيفرق معاكم قوي، وجربوا الطريقة دي. مستنية رأيكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا متابعة ولايك وشير، وكمان تسيبوا لي رأيكم في كومنت. اشوفكم الفيديو الجاي على خير.